حسب ما قلت معي انه سي طارق ومجموعه من الامنيين. الجزء الامامي الحافله خاطر الجزء الامامي طار، وفما حتى سقف نتاع الحافله طار خاطر اوريزمون، احنا نقولوا اوريزمون الله يرحمهم ساعه الشهداء ويصبر عائلاتهم. المشهد مريع جدا شفناه، وانه اوريزمون اللي يقولوا ما جاش الانفجار في وسط الحافله، كان يجي في وسط الحافله يحدث معناتها برشا اضرار ويحدث برشا يسقط عدد كبير من الضحايا. في اول حافله الجزء الامامي الحافله، الجزء الامامي. انت كنت شفت السقف طاير، السقف بتاع الجزء الامامي طاير، سقف الجزء الامامي طاير. الدلاله بتاع حسب الخبرات الامنيه، الامن هو اللي يفهم اكثر منا في الحكايه هذه. يعني موتور كي يتحرك وحده ما يعملش انفجار من النوع هذا في العاده. لا مش موتور، لا. يعني الاقرب مش موتور. انا الاقرب وانه حاجه تحطت في الكار، خاطر انا جاتني معلومه معناتها من عند واحد قال لي وانه فما شكون طلع حط ساك وهبط. معناتها اللي حكى لي معناتها من امن رئاسي، قال لي راهو المعلومه اللي جاته هو بيدو، قال لي وانه فما واحد طلع في كار وحط معناتها معلومه معناتها ماهيش ثابته 100%. اما غريبه شويه. غريبه ليش يا عبد الله؟ لانه امنيين هذوما، امنيين المفروض انه عندهم الريفلكس. السائق في العاده امني يكون هو اللي ينقل الامن الرئاسي. اكيد امني، يكون امني يعني ماهوش اكيد امني ولا ساعه باش نقول لك حاجه. فما فما ساعه الغفله، ساعه ديما نقولوها راهو، فهمت علاش نقولوا